تم تأخير هذه الجلسة لعلة إعداد الدفاع ولعلة عدم توصل بعض المتهمين المتابعين في حالة صراح. بعد تأخير ديال الجلسة تناول بعض من الدفاع كلمة في إطار طلب الإفراج المؤقت. نحن كذلك في نفس السياق تناولنا هذه الكلمة ملتمسين من المحكمة الموقرة تمتيع المؤازر ديالنا بالإفراج المؤقت، وكانت كلمتنا ترتكز على 3 محاور، إحداها واقعي، ثانيها قانوني، ثالثها مستمد من العمل القضائي. فيما يتعلق بالعناصر الواقعية التي تشفع لتمتيع المتهمين بالمتابعة في حالة صراح، جل المتهمين إن لم أقل كلهم خلال مرحلة البحث لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان كلما توصلوا باستدعاء سواء كتابي أو عن طريق الهاتف إلا وامتثلوا وحضروا إلى مقر الفرقة الوطنية لإجراء الأبحاث معهم بشأن الأفعال التي نسبت إليهم. إذن هذا الشخص الذي عبر عن هذه حسن النية وكان يحضر لدى الشرطة كلما طلب منه، إذن هذا الشخص هذا تتوافر فيه ضمانات الحضور من هذا الجانب الواقعي. فيما يتعلق بالجانب القانوني، ربما بعض العمل القضائي يعلل على أن المتهم الأفعال المنسوبة إليه تتسم بالخطورة، في حين أن القانون لا يتحدث عن خطورة الأفعال، بينما يتحدث عن خطورة الشخص على النظام العام. طيلة مسار البحث ملي كانوا فيه هاد المتهمين في حالة صراح لم يقع منهم أدنى مساس بالنظام العام، إذن هذا عنصر آخر يشفع في محاكمتهم في حالة صراح. العنصر الثالث الذي اعتمدنا عليه وهو العمل القضائي، هو عمل قضائي صادر عن سيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بملحقة محكمة الاستئناف بسلة المتخصصة في قضايا الإرهاب، حيث إن أحد المتهمين كان متابع بجرائم إرهابية، وبالرغم من ذلك وقع تمتيعه بالإفراج المؤقت. إذن لا نختلف أن أخطر نوع من أنواع الجرائم هي الجريمة الإرهابية وما قد تحدثه من ترويع وتقتيل إلى آخره، ورغم ذلك متع هذا الشخص بالإفراج المؤقت. هذه العناصر مجتمعة هي التي اعتمدنا عليها للقول بتمتيع مؤازرنا بالإفراج المؤقت.